وهنبدأ بأول مثال اللي بيقول لك كثافة الغطاء النباتي في العصر الكربوني. في العصر الكربوني النباتات انتشرت بشكل رهيب، وعاوز أأكد على الرقم ده، وده هيفتح علينا بوابة إن العصر الكربوني ده كان موجود من 300 مليون سنة على الأرض. والحكاية اللي أنا هحكيها لك دي حصلت في منطقة اسمها بدعة وثورة جنوب غرب سيناء. أستاذ، سيناء دي منطقة نباتية؟ سيناء دي صحراء. أنا ما بتكلمش عن سيناء النهاردة، أنا بتكلم عن سيناء من 300 مليون سنة في فترة اسمها العصر الكربوني. النباتات كانت منتشرة فيها بشكل كبير. وليه النباتات كانت منتشرة؟ في سيناء من 300 مليون سنة كان المناخ دافئ، والنبات دايما لا بيحب الحر ولا البرد، بيحب الجو الدافئ ورطب، يعني في ميه بشكل مستمر. وانتشرت السهول الخصبه، الارض المستويه اللي مليانه عناصر غذائيه. الجو الجميل اللي في سيناء ده ساعد على انتشار النباتات فعلا حصل لها كثافه. لو سالتك وقلت لك مين هي النباتات اللي انتشرت في سيناء في العصر الكربوني، هترجع للباب الأول والباب الثالث وتقول لي إن النباتات هي الأشجار الحرشفية والصراخص. ولو هتفتكر تكوين الفحم، يبقى أكيد الأشجار الحرشفية دي اتدفنت في المستنقعات خلف دلتا الأنهار. ولما الشجرة اتدفنت، الشجرة دي جواها مركبات متطايرة، وجواها كمان مركبات كربونية. خرجت المواد المتطايرة وتراكمت الكربونية أو العضوية وكونت الفحم. وهو ده سبب إن الفحم انتشر في سيناء بشكل رهيب دلوقتي، ده بسبب الجو اللي حصل من 300 مليون سنة. اعرف إن جودة الفحم مش كله زي بعضه، وبتختلف جودته على حسب درجة تحوله. لو دفنته كويس هيتحول كويس، هيبقى فحم كويس. لو دفنته بشكل ظروف مش جيدة، مش هيتحول كويس، فمش هيبقى فحم كويس، يبقى فحم رديء. يبقى فعلا بتختلف جودته على حسب درجة تحوله. الحتة الفنية اللي في الموضوع، عمر الأرض 4600 مليون سنة. الكلام ده لو ما انتش فاهمه هيعمل لك مشكلة. تاريخ الأرض في فترة مجهولة اسمها الكريبتوزوي، ودي 87%. وفي الفانيروزوي وهو الفترة الصغيرة المعلومة 13%. الفانيروزوي 13%، وده بدأ من 542 لغاية النهاردة، يعني قعد حوالي 542 مليون سنة. دول اللي احنا عندنا فيهم معلومات. إنما معظم الأرض ال 4058 مليون سنة دي فترة مجهولة. تعال لما ناخد الفترة المعلومة، قسمنا الفترة المعلومة إلى 3 حقبة. بدأنا بأول حقبة حضرتك اسمها حقبة الحياة القديمة، بعديها حقبة الحياة المتوسطة، بعديها حقبة الحياة الحديثة. ولازم سيادتك تخلي بالك إن العصر الكامبري كان من 542 مليون سنة. اللي هو قالها لي دلوقتي قال لي اعمل حسابك إن العصر الكربوني كان من 300 مليون سنة. وبالتالي حضرتك اللي بعد الكربوني هنقوله دلوقتي بعد الكربوني في العصر البرمي. قال لي البرمي ده من 250 مليون سنة، والاستنتاجات تبدأ تشتغل بقى. إذا كده نظريا أو تقريبيا إن الحياة القديمة بدأت من 542 لغاية 250. أي رقم هيتقال لك من 542 ل 250 مليون سنة تبقى عارف إن أنت في الحياة القديمة. أي رقم من 542 ل 300 مليون سنة دي الفترة ما بين الكامبري للكربوني. يعني بص على السؤال ده كده حضرتك، بيقول لحضرتك لو في جسم ناري عمره مثلا 380 مليون سنة، أنا عاوز أطلع ال 380 دول فين؟ 380 ده 542. يبقى هو طالما 380 ما هو هنا 500 و400 و380، يبقى ده في الفترة ما بين الكامبري والكربوني حضرتك. وهنا حضرتك تخلي بالك من الاختيار، هل هو عصر طباشيري؟ لا لا لا،
العصر الطباشيري في الحياة المتوسطة، وبالتالي لازم يكون الرقم أقل من 250 وهنقوله كمان شوية. العصر البرمي لا، ده البرمي من 250، انت عاوز من 380. يبقى انت هنا في المنطقة دي 380، يبقى هو ده الصح بتاعه، ان هو في العصر الديفوني. وكل ما قربت من ال 300 انت قريب للكربوني. لازم تبقى مخلي بالك من الكلام ده بشكل ايه كويس. خلاص، يبقى انا كده عرفت ان دي الحياة الايه القديمة حضرتك، والارقام دي تبقى مخلي بالك ومصحصح فيها كويس قوي. تعال اما نحكي لك حكايه في العصر البرمي تراكم طبقات الملح الصخري. طبعا طبقات يعني صخور رسوبيه، والملح الصخري ده صخر رسوبي كيميائي متباخرات. والحكايه اللي انا هحكيها لك دي حصلت من 250 مليون سنه في العصر البرمي. فين بقى؟ في طنطا؟ لا، في وسط اوروبا. وخلي بالك من مكان، يبقى الحكايه دي هحكيها لك في وسط اوروبا. اوروبا من 250 مليون سنه انتشر فيها احواض ترسيبيه. احواض يعني حته واطيه، والحته الواطيه بيحصل فيها ترسيب. الاحواض الترسيبيه دي كان فيها ميزتين. اول ميزه ان الحوض كان له امتداد كبير، وكان الحوض كمان له عمق قليل. يبقى انتشر في اوروبا احواض ترسيبيه كان امتدادها كبير وعمقها قليل. الاحواض دي كانت ساعات تتصل بالمحيط، يعني ميه المحيط تيجي تخش تاخد الحوض ده معاها، وبالتالي اتصلت بالمحيط. هيبدا المحيط يملي الحوض بالميه بملح، وبعد ما يتصل بالمحيط ينفصل عنه. يعني خلاص ساب الحوض منه لنفسه، بس الحوض مليان ميه بملح. يبقى تخلي بالك كده ان انتشر احواض ترسيبيه امتدادها كبير، عمقها قليل، ساعات تتصل بميه المحيط يمليها ميه، وساعات يحصل انفصال. وما اقولكش بقى اوروبا كان الجو شكله ايه؟ نار ايه يا استاذ؟ ده اوروبا دي منطقه قطبيه. لا، انا ما بتكلمش عن اوروبا النهارده، انا بتكلم عن اوروبا من 250 مليون سنه. الجو هناك كان حر خالص، اتبخر الميه، اتبقى الملح اللي هو اسمه الملح الصخري. اللي عاوزك تبقى مقتنع بيه ان الوضع زمان غير الوضع دلوقتي خالص.